بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سلسلة حديثنا عن المهدي المنتظر، والتي نتتبع فيها الصحيح من العلامات التي تسبق ظهوره. إذن فلا بد لنا من الوقوف على أهم العلامات التي تسبق وقت ظهوره، ألا وهي فتنة الدهيماء، والتي لا تنقضي إلا بظهور المهدي وبدء عصر الملاحم والفتوحات. فماذا تعلم عن الدهيماء؟ وهل انقضت أم أننا لم نعاينها بعد؟ هل ظهرت علاماتها كما أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما جاء في الآثار التي وردت؟ سنحاول قدر الإمكان أن نوضح لك مراحل تلك الفتنة، ونستدل بالأحداث ونربطها بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الإسلامية. وربما في فيديو آخر سنربطها بما ورد عنها في التوراة والإنجيل ليكون الأمر أكثر وضوحا، وهو من باب التحذير لكل مؤمن من أن تزل قدميه ويقع في الأمر، فإن نجاني الله ونجى بي مؤمنا خير من الدنيا وما فيها. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أكمل مع الفيديو حتى النهاية، لعل وعسى أن تصحح لي أمرا أو أصحح لك أمرا، والله يهدي من يشاء وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر اردبها ودينارها، ثم عدتم من حيث بدأتم. قالها زهير 3 مرات. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. الراوي أبو هريرة، المحدث الألباني. المصدر صحيح أبي داود. خلاصة حكم المحدث صحيح. التخريج أخرجه مسلم وأبو داود، واللفظ له وأحمد. وفي رواية أخرى: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر أردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. الراوي أبو هريرة، المحدث مسلم. المصدر صحيح مسلم. خلاصة حكم المحدث صحيح. وعدتم من حيث بدأتم، من أين بدأنا؟ رسول الله والذين معه من قبل الهجرة، فهذا هو المعنى المقصود: الخوف والقتال على الدين، وأن يفر المؤمن بدينه من أهل الشرك والمنافقين. فأين نحن الآن؟ ولما جاءت بهذا الترتيب؟ العراق ثم الشام ثم مصر. قال نعيم بن عماد في كتاب الفتن: حدثنا يحيى بن سعيد العطار عن ضرار بن عمرو عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عمن حدثه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأتيكم بعدي 4 فتن: الأولى يستحل فيها الدماء، والثانية يستحل فيها الدماء والأموال، والثالثة يستحل فيها الدماء والأموال والفروج، والرابعة صماء عمياء مطبقة تمور مر الموج في البحر حتى لا يجد أحدا من الناس منها ملجأ. تطيف بالشام وتغشى العراق وتخبط الجزيرة بيدها ورجلها، وتعرق الأمة فيها البلاء عرق الأديم، ثم لا يستطيع أحدا من الناس يقول فيها مه مه، ثم لا يعرفونها من ناحية إلا انفتقت من ناحية أخرى. وهذا الحديث على حسب قول علماء أهل الحديث هو حديث ضعيف جدا لا يصح. أقول مرة أخرى: هذا الحديث
على حسب قول علماء أهل الحديث حديث ضعيف جدا لا يصح. ربما أقبل قولهم، لكن الأغلب أني أخالفهم، فالحديث صحته بالوقوع كما أخبر به، فإن لم يقع أو لم يظهر له أثر الأحداث هنا يمكننا الجزم بضعفه أو حتى قبول القول بضعفه. لكن إذا عينا وقوعه وتحقق ولو جزء منه فاضرب بأقوال أهل الحديث عرض الحائط كما أفعل أنا. والحديث المنقول عن نعيم يبدو واقعا رغم تضعيف أهل الحديث له، فعلى ما يبدو أن وقعنا في الفتنة التي يستحل فيها الدماء والأموال والفروج، لكن ليست تلك التي تمر. والدليل هو ما حدث من الاستحلال من قبل الدواعش في العراق وسوريا، وما يحدث في الخفاء بأرض السودان. والحديث عن الفتن والاستحلال هو حديث مرتبط برواية عبد الله بن عمر، وهي رواية صحيحة عند أهل الحديث. جاء فيها: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قعودا فذكر الفتن فأكثر ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي فتنة هرب وحرب، ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما ولي المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم فتنة الدهماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقطعت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. إذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد. رواه أبو داود وأحمد، وصححه الألباني في صحيح أبي داود. وفي الحديث المروي عن عبد الله بن عمر لاحظ أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ذكر الكثير من الفتن، ثم سمى ثلاثا منها: الأحلاس والسراء والدهيماء. فأما الأحلاس فذكر البعض أنها سميت بالأحلاس لطول مكسها، وقالوا أيضا: الحلس كل ما ولا ظهر الدابة تحت الرحل والقطب والسرج، وهو يكون خفيا مستترا، وهكذا كانت فتنة الأحلاس. لكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفسهم لم يعوا معناها، فسألوا عنها، فأجابهم الصادق الأمين: هي هرب وحرب. وأغلب الظن أن فتنة الأحلاس استمرت لعدة قرون، بدء من الفاطميين، وقد اعتمدت على هرب آل البيت من العباسيين، ثم حربهم ضدهم، ثم تبعهم العثمانيين، والتي اعتمدت دولتهم على سلب الشعوب ونهب الثروات حتى العلوم. وقد وقعت في تلك الدولة الكثير من المؤامرات والصراعات على السلطة، وانتهت بأتاتورك، وهو نفس التوقيت تقريبا الذي حدثت فيه أحداث الحجاز. هذا والعلم عند الله وحده. ثم فتنة السراء، ومن اسمها أنها تحمل السراء، بالتأكيد ليست سراء لأهل الإسلام ولكن لأعداء الإسلام، فقد توالت على العالم العربي النكبات والمؤامرات وتقسيم الدول وتدخل الغرب في دولنا، فنحو ملوك وسلاطين نصبوا حكومات وأقالوا حكومات ووضعوا دولا تحت ما يسمى بالانتداب العسكري. وبعد أن كنا جميعا نقاتل باسم الجهاد الإسلامي، لا فرق بين مغربي ومصري وسوري، أصبحنا أكثر ارتباطا بالقبليات، وهو أمر غير مقبول تماما. لكن الأيام تنسي، وما كان صحيحا بالأمس أصبح خطأ اليوم، وما يحدث في العراق الآن لا شأن لمصر به، وما يحدث في اليمن
يخص أهل اليمن، وأصبح كل منا يغني على ليلاه. وقد قال البعض بأنها وقعت، واستدلوا على وقوعها بما حدث من أمر الشريف حسين بن علي الذي قاتل الأتراك ونصب نفسه ملكا للحجاز في عام 1334 هجريا، 1915-1916 ميلاديا. قد كان مما فعل أنه استعان بالنصارى في حربه ضد الأتراك، وسبى نساء المسلمين وأهداهم غنيمة للنصارى، وهذا ما لا يقبل في الإسلام شرعا. وبقيت حكومته قريبا من 10 سنين، ثم اضمحل أمره، واصطلح الناس على حكومة ابنه علي بن الحسين، ولم ينتظم له الأمر، فبقى كورك على ضلع. نأتي إلى الفتنة الأهم في حلقتنا، وهي الدهيماء والدهماء السوداء، والتصغير هنا للذم، أي الفتنة العظماء والطامة العمياء. حسب قول رسول الله وهو الصادق الأمين، فهي الأخطر والأشد والأشرس في تاريخ الفتن جميعها. لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقطعت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. إذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد. لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، بمعنى أنها تضرب كل فرد في تلك الأمة، فلا ينجو منها أحد. فإذا قيل انقطعت تمادت، أي كلما ظن الناس بأنها همدت وانقضت عادت أشد مما سبق، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، وهذا من هول ما يمر به. وإن الأمور فيها تختلط، فيدافع فيها الناس عن الحق ظنا، وتأكد هنا من قولي ظنا، فهم ينصرون الباطل ظانين بأنه الحق، ويقاتلون الحق ظانين بأنه باطل، وهذا لكثرة علماء السوء في تلك الأوقات. وإن كنت لا ترى فأمعن جيدا، وانظر إلى علماء المملكة، والتي هي قدس أقداس أراضي المسلمين واتجاه قبلتهم، لترى كيف قلبوا الحقائق وأضلوا الناس. فمناصرة أهل فلسطين أصبحت باطل، وعلى قولهم أن من ناصرهم فهو آثم، وأن المجاهدين هم سبب الدمار، وأن الجهاد لا بد أن يكون بالسنن. وما حدث في موسم الحج الأخير أكبر دليل على فساد علماء تلك البقعة المباركة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقس على ذلك كل بقاع أهل الإسلام، فالعلماء الظاهرين الآن على غيرهم هم علماء السلاطين والحكام، وأصبح الشرع والدين للحاكم، ومن قال بأن الدين لله وحده حبس ومنع. وصدق في علماء زماننا قول الحق تبارك وتعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وصدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الراوي أبو هريرة، المحدث مسلم، المصدر صحيح مسلم، خلاصة حكم المحدث صحيح. التخريج من أفراد مسلم على البخاري: فهل شاهدت من يبيعون دينهم أم ما زلت في شك؟ فهذا الحديث والذي تفرد به مسلم هو دليل على أننا نعيش الدهيماء، ونعاين بأعيننا من يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. ولا تنقضي الدهيماء إلا بانقسام الناس فريقين: فريق إيمان
لا نفاق فيه، وفريق نفاق لا إيمان له. لكن الدهيماء مرتبطة بالفتنة التي تستحل فيها الدماء والأموال والفروج، وهو ما ينكره علماء الباطل. ونعيد لهم القول أن أحاديث الفتن لا تنكر بالسند، فلا تضاعف لجهالة راويها أو أحد رواتها، بل تتحقق بتحقق أشراطها، وتصح بتشابهها مع ما أقروا بصحته. فرواية نعيم تصح برواية عبد الله بن عمر. لننظر الآن إلى المحطات الرئيسية في فتنة الدهيماء. هي الفتنة العراقية، وفيها تعرق العراق عرق الأديم، والفتنة الشامية، وفيها تشق الشام شق الشعرة، والفتنة الشرقية، وفيها تضرب الفتنة الجزيرة العربية بيدها ورجلها، والفتنة الغربية وهي عمياء، وفيها لا يدري القاتل لما قتل، ولا يدري المقتول فيما قتل. أما ونحن نعيش اليوم في أحداث الفتنة العراقية والشامية، فنحن في انتظار شرارة الفتنة الشرقية التي ستكون سببا للفتنة الغربية العمياء، فتنة أهل المغرب. الفتنة الشرقية تزرع بذورها على يد رجل من المشرق يدعو لآل محمد، وهو أبعد الناس عنهم، وهو أكذب الكاذبين، ربما على يد أحد دعاة المهدوية أو أنصار المهدي أو الحوثيين، والذين يسوقون فكرة أنهم من أهل البيت الهاشميين. والفتنة الشرقية يستنضف فيها العرب، وستكون فيها هلكة صريح العرب على يد أصحاب الرايات السود. سيحدث في أهل الجزيرة العربية قتل لم يقتله قوم قط، بالمثل في الفرس، فأول الناس هلاكا فارس ثم العرب، أو كلاهما معا. ونتيجة لهذه الفتنة والإسراف في القتل والمذابح التي ستحدث في عرب الجزيرة، سيخرج أهل الغرب لاستنقاذ العرب مما هم فيه، مما سينتج عنها الفتنة الغربية العمياء، وهي أشد وأصعب الفتن في المحطات الأربعة، حيث وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها عمياء لا يدري فيها القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بين يدي الساعة الهرج، القتل، ما هو قتل الكفار، ولكن قتل الأمة بعضها بعضا، حتى أن الرجل يلقاه أخوه فيقتله، ينتزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف لها هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. الراوي أبو موسى الأشعري، المحدث الألباني، المصدر صحيح الجامع، خلاصة حكم المحدث صحيح. وفي رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بين يدي الساعة لهرجا. قال: قلت يا رسول الله ما الهرج؟ قال: القتل. وقال بعض المسلمين: يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنى عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزع عقول أكثر ذلك الزمان، ويخلف لها هباء من الناس لا عقول لهم. ثم قال الأشعري: وأيم الله إني لأظنها مدركتي وإياكم، وأيم الله ما لي ولكم منها مخرجا إن أدركتنا فيما عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا أن نخرج كما دخلنا فيها. الراوي أبو موسى الأشعري، المحدث الألباني، المصدر صحيح ابن ماجه، خلاصة حكم المحدث صحيح. والسؤال ها هنا: لماذا هي فتنة عمياء لا يستبان سببها؟
لعل الأمر يتضح إن قلنا بأننا نأخذ الأمور بالنقل وليس بالعقل، فأهل السنة والجماعة تحولوا إلى أهل الحديث. في البداية كنا أما شيعة وأما من الجماعة، انفرد هؤلاء بنقلهم وانفرد هؤلاء بنقلهم، وصار لهؤلاء علماء وهؤلاء علماء. لاحظ هنا أن كلا الفريقين يؤمنون بالحق الذي نزل، ويؤمنون بقول الحق تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لكن يصرون مستكبرين على أن يفرقوا دينهم، وكل منهم يؤول النص على هواه، لذا سلط الله عليهم أنفسهم فانقسمت الجماعة إلى فرق، عادت بعضها بعض، بل قتل بعضهم بعض. وفعلت الشيعة كذلك حتى وصلنا إلى أكثر من 70 فرقة ينكر بعضهم بعضا، وما زلنا نؤمن بقول الحق تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لكن أغلبنا، بل أقول عمومنا، يصر مستكبرا على التفريق، ولأن الله ليس بظلام للعبيد، وأن السوء يقع بما قدمت أيدينا، فنحن فقط لم نعد نفرق في ديننا، وكل حزب بما لديهم فرحون، بل زادت فينا القبلية، فأصبح المصري متعصبا لبلاده حتى ولو خالف صحيح النص، وهكذا الجميع، وزادت بيننا الأحقاد وكثرت الضغائن، ولم نعد أهل إسلام، صرنا أهل أقليات وعصب وقبائل. هذا ما تزرعه أيدينا اليوم، وغدا نجني ثمار أحقادنا بتشتتنا وتفرقنا وهجرنا لدين الله. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هي أساس دينك، فتمسك بها ما استطعت لعلك تنجو، فالدين لله وحده، ليس لشيخ أو إمام أو فرقة أو حزب أو دولة. انتبهوا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكركم، وإلى لقاء آخر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.